اخواتي وحبايبي الغاليين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله. بعد ما ربنا كرمنا والحمد لله خلصنا المنهج بتاعنا كله شرح وحل على اليوتيوب. عملنا لكم وقت المراجعة الشاملة بعد ما نزلنا فيديوهين، كل فيديو خاص ب 3 يونتس تاني. المراجعة الأولى كان عندي المراجعة التانية برضه يا شباب دلوقتي إن شاء الله، اللي هي قبل ليلة الامتحان. المراجعة التانية بتاعتي يا أبطال هتبقى عبارة عن حل كتاب المعاصر المراجعة النهائية. امتحان خاص بكل يونت وامتحانات شوامل، مش هنسيب حاجه بفضل الله. يعني لمحض الصدفه هنخلصكم كل جزئيه وحده بوحده، مراجعه مجزاه، وبعد كده في امتحانات شوامل هنحلها، بحيث تبقى انت داخل امتحانك وانت مطمن باذن الله على خير. مش عايزك تكسل، تابع الفيديوهات اللي هننزلها اول باول، وشارك الفيديو لزمايلك. لو انت اول مره تسمعني شارك في القناه وخليك متابعنا باذن الله. ربنا يقوينا والفايده تعم على الجميع باذن الله. يلا بينا يا ابطال، نبدأ نشوف أول فيديو عندنا خاص بيونت 1. نبص يا شباب على أول حاجة عندي التست على يونت 1، ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بصوا حبايبي، مبدئيا احنا عارفين ان اليونت بتاعتنا بتبقى ماشية على كذا جزء. أول جزء عندي خاص بالسينون بالأنتونيم، المرادف والمضاد. عندي تو كويستشنز، سؤالين اتنين هيقابلونا. أول سؤال خاص بالمرادف والتاني خاص بالمضاد أو العكس وهكذا، وبعد كده في أسئلة شاملة على الكلمات بالجرامر مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبص على أول جزء عندي. بيقول هنا إيه؟ one of the biggest problems in the lack of mutual understanding، يعني بيقول لك واحدة من أكتر المشاكل اللي بتقابلنا في نقص التفاهم المشترك أو المتبادل ما بين الناس. جاب لك هنا كلمة mutual، بيقول لك other words for mutual، يعني كلمات تانية بتديني نفس معنى كلمة mutual. أولا بيقول لك other words دي يعني بيقول لك عايز المرادف. طبعا لو حضرتك بصيت على الكلمة الأولانية letter A اللي هي كلمة row، بمعنى إيه يا شباب؟ حد فاكر؟ نحاول نعرف المعاني بتاع الكلمات اللي عندنا. بمعنى كلمة خام. الكلمة التانية طبعا كلمة natural بمعنى طبيعي، ما تنفعنيش برضو. letter C كلمة shared، طبعا shared يعني حاجة مشتركة ما بينه وما بين التاني، فطبيعي دي ممكن تدي نفس المعنى بتاع متبادل. letter D organic، طبعا عارفينها اللي هي بمعنى حاجة عضوية، طبعا دي ما تنفعنيش في الإجابة. letter E reciprocal بمعنى متبادل، طبعا ديت يا شباب كلمة جديدة عندنا يجب نعرفها برضو، خلي بالك دي في الجداول بتاعة السينونيم بالانتونيم المرادف والمضاد اللي موجودين عندي في الايه، في المنهج. نخش على question نمبر 2. بيتكلم معايا هنا بيقول الكوبريشن اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو التعاون. تمام. is a good quality يعني يكون او يعتبر سمة جيدة. تمام. found even between animals، موجودة حتى ما بين الحيوانات. the opposite of cooperation، امسك كلمة opposite هنا بقى وامسك كلمة cooperation التعاون، عايز المضاد بتاعها. طبعا مضاد تعاون يعني صراع او خلاف. طب ما تبص على letter A اللي هي unification، جاي من كلمة unit او unity بمعنى وحدة، طبعا ما تنفعش لان هي بتديني السينونيم المرادف. كلمة partnership بمعنى شراكة برضو ما تنفعنيش لان هي بتديني السينونيم بتاعها. collaboration بمعنى تعاون ما تنفعنيش برضو لان بتديني التعاون. انما الاجابه الصح اللي شايفها يا شباب ان في تعاون ما بيني وما بين زميلي او ما بيني وما بين شركتي وشركه تانيه، يبقى في صراع وخلاف conflict، وفي competition منافسه ما بينه وما بينه في الاجواء اللي حوالينا. طيب تعال نبص على الجزئيه اللي بعد كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبص على السؤال الثاني يا ابطال. choose the correct answer from A B C or D. question number 1. we are happy to be in space with this honest man. احنا خلينا بس الاول كده اكبر لك الحجم الخط شويه عشان يبقى ايه الدنيا مرئيه ليكم اكتر. تمام كده اعتقد الوضع هيبقى افضل بالنسبه لكم. نسمي الله يا ابطال. we are happy to be in space with the honest man، يعني نحن سعداء بكوننا في نقط مع هذا الرجل الامين. تمام. اولا بيقول لك هنا كلمتين، كلمه happy سعيد وراجل امين، يعني احنا سعداء ان احنا نكون فيه. خلي بالك letter A partnership بمعنى شراكه، letter B capacity بمعنى القدره. طبعا القدره دي ما تنفعنيش ديت لما اقول لك مثلا الملعب ده كبير، الكباسيتي بتاعته بيشيل مثلا 5000 مشاهد او من الجمهور وهكذا. initiative بمعنى المبادرة، طبعا هي مش تبعنا خالص في الاختيارات دلوقتي يا شباب. المبادرة دي معناها انك بتعمل حاجة انت ومجموعة معينة معاك، بتحاول تهيلب الكوميونتي اللي انت عايش فيه. كلمة benefit بمعنى فايدة، طبعا ما هيش تبعي. احنا مبسوطين ان احنا في حاجة ما بيننا وبين الراجل ده اللي هي حاجة اسمها البارتنرشيب الا وهي الشراكة. question number 2. It's not easy to get the investors trust، يعني بيقول لك ليس من السهل كسب ثقة المستثمرين ونقط investment ونقط الاستثمارات to our country للدولة أو للبلد بتاعتنا. يبقى ليس من السهل كسب ثقة المستثمرين، وإيه يا شباب؟ تعال نترجم الاختيارات. occupy بمعنى يشغل، ensure يعني يضمن أو بمعنى يتأكد،
empower بمعنى يعني يمكن، وattract يعني يجذب. طبعا لو جيت يمكن هكتب لك المعاني اللي ممكن تبقى ايه تايهه عنك. تمام. يمكن، وانشور بمعنى يضمن. طبعا انا مش عايزين نقعد نضيع الوقت في الايه في الكتابه. كيوباي يعني ايه يشغل. انا عايزك تبقى ماسك ورقتك وقلمك معايا وتكتب الكلمات دي ورايا. اتراكت طبعا عارفينها بمعنى يجذب. طيب احنا طبعا المفترض احنا عايزين نعمل ايه يا شباب؟ عايزين نعمل attract investment، نجذب المستثمرون والاستثمارات لدولتنا. question number 3 بيقول it's a must. خلي بالك من كلمة a must، يعني انه الزام وضروري. to stop importing يعني من الضروري التوقف عن import يعني استيراد، من استيراد not goods البضائع الايه to be able to have a strong economy عشان يبقى عندنا اقتصاد قوي. يعني من الضروري ان احنا نتوقف عن استيراد السلع الايه عشان يبقى عندنا اقتصاد قوي. تعال نقرا الاختيارات. economic بمعنى اقتصادي. comprehensive خدناها قبل كده بمعنى شامل. تمام. بتيجي مع القطعه بتاعتنا يقول لك اسمها ايه reading comprehensive. تمام. عندي بعد كده كلمه advanced بمعنى متطور. عندي كلمه manufactured طبعا كلمه موجوده في قلب المنهج عندي بمعنى مصنع. يعني يجب علينا ان احنا نتوقف عن ان احنا نعمل ايه يا جماعه؟ استيراد الايه البضائع المصنعه. question number 4 لو جينا نبص عليه مع بعض كده نقول بسم الله. بيقول the space of this meeting مستر محمود، يعني مستر محمود اللي هو يكون ايه للاجتماع ده tries hard يعني بيحاول جاهدا to control it quietly ان هو يقدر يسيطر عليه بهدوء. letter A moderator يعني ايه يا مستر احمد مودريتور؟ مودريتور خدناها قبل كده بمعنى مدير، يعني مدير الجلسه اللي احنا قاعدين فيها دي. limit يعني يحد او يقلل. publishing بمعنى ينشر. تمام. وفوندنج خدنا قبل كده كلمه فوند، كلمه من الكلمات الموجوده عندي بمعنى يمول، اللي هو خاص بعمليه الايه التمويل. طبعا يبقى مستر محمود اللي هو يا مستر اللي هو يا شباب المودريتور اللي هو المدير بتاع الاجتماع او قائد الاجتماع. نبص على question number 5 happening in or relating to يعني ما يحدث او ما relating to يعني يتعلق بالكانتري سايد بالريف. not the city ليس بالمدينه. يبقى انت دماغك كده دايما راحت ليه يا شباب؟ راحت لان في حاجه اسمها ريفي او ايه او مدني او حضري. طبعا احنا خدناها قبل كده ان كلمه ريفي يا شباب معروفه اللي هي ايه؟ اللي هي الرورال اللي هي لتر ايه صح ولا غلط؟ انما لتر بي ميوتشوال بمعنى حاجه متبادله، لما يبقى فيه تبادل مشترك ما بين دوله والتانيه شركه والتانيه. ليميتد بمعنى حاجه محدوده او مقيده. تمام. عندي لتر دي انتجريتد بمعنى حاجه متكامله زي المنهج اللي هو موجود في اولى ثانوي اللي هو انتجريتد ساينس منهج العلوم الايه المتكامله. طبعا الاجابه بتاعتي هتبقى لتر ايه طالما قال لك ان هي ريليتد للايه يا جماعه؟ للكانتري سايد للريف. نمبر 6 they are identical twins يعني هم توأم متطابق. it's difficult to differentiate خلي بالك من كلمه differentiate يعني ايه يا جماعه؟ يعني يميز. يعني من الصعب انك تميز نقط them ما بينهم. مبدئيا صلوا بنا على النبي. انا عندي هنا كلمه off طبعا هي تعالى نرجع بكلمه differentiate للاصل بتاعها. الاصل بتاعها اللي هو كان بيجي يقول لك هنا differentiate difference between الاختلاف ما بين. طبعا يا حبايب قلبي ما بيجيش different of او into، انا عندي different between، او كان ممكن يجيب لك كلمه كمان اللي هي كلمه ايه ابطال بمعنى among اللي هي بمعنى بين. ولكن طبعا في فرق ما بين الاثنين اللي عندي ان كلمه اي ام او ان جي. الفرق ما بين كلمه between وامونج. between يا مستر احمد اللي هي ما بين اتنين بس. وطبعا يا حبايبي انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على اتنين ان هم توأم. فطالما توأم متماثل اجيب هنا ما بين اتنين يعني between. انما لو بتكلم على واحد ما بين مجموعه من الشباب او مجموعه من الطلاب، لو انا جيت وقفت في وسطكم في السنتر كده في وسط اللاين بتاعكم، فبالتالي انا كده واقف among all of you ما بينكم جميعا طالما ما بين اكتر من اتنين. يبقى الاجابه الصح بتاعتي letter C between. question number 7 nowadays طبعا هنبدا نتكلم بقى هنا جزء على الجرامر. nowadays يعني في هذه الايام more people space the underground than before معظم الناس او عدد كبير من الناس بيستخدموا مترو الانفاق اكتر من الاول. خلي بالك من كلمه underground بس يعني تحت الارض، انما لما نحط لها ازاي اصبح معناها مترو الانفاق. يبقى هذه الايام more people take ولا taking ولا have taken ولا are taken. طبعا الاجابه الصح بتاعتي يا شباب هي حاجه بتحدث حاليا، فبالتالي ده present continuous المضارع المستمر. تمام. تغيير حاصل اليومين دول في حياتنا
يبقى بنستخدمه على هيئه البريزنت كونتينوس المضارع الايه؟ المستمر. تعالوا نبص مع بعض على question number 8 ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. I haven't taken my decision yet. أنا لم أتخذ قراري حتى الآن. وطبعا خدنا كلمة haven't taken ومعها كلمة yet. طبعا دي كلمة بتعبر عن ال present perfect. This offer. أنا بقول لك أنا ما خدتش قراري حتى الآن، يعني لم أتخذ قراري بعد. العرض ده this offer studies is studying study is being studied. أنا مدير الشركة، السكرتارية جم يقولوا لي يا مستر خدت قرار في العرض اللي اتعرض عليك ولا لا؟ قلت لهم والله انا لسه ما خدتش قرار، العرض ده لسه بيتذاكر او بيتدرس. فالعرض ده يا جماعه ده جاي باسيف، ده اوبجكت، ده مفعول. فطالما بدأ بالمفعول والجمله بتاعتي في الكونتينوس يبقى لازم اجيب بعدها فيرب تو بي ام واز وار. وطبعا اي زمن مستمر ركز معايا لازم اجيب معاه كلمه ايه يا جماعه؟ being. والتصريف الكام؟ والتصريف الثالث للفعل. يبقى هنا اقول لك هنا this offer is being ايه يا شباب؟ is being studied. طبعا هي الإجابة الصحيحة. نبص على question number 9. I don't think he can meet you. أنا لا أعتقد إنه ممكن يقدر يقابلك. He is slept, had slept, is sleeping. تمام؟ was sleeping. طبعا يا حبايبي الجملة معناها واضح إن هو مش هيقدر يقابلك دلوقتي لأن هو نايم. فنايم ده معناها إن حاجة بتحدث في الوقت الحالي، فبالتالي بنستخدم معاها ال present continuous المضارع المستمر. والمناسبة لو أنت شايف إن في دروب معاك في اليونتس، انا منزل لك الفيديوهات بتاعه الوحدات. لو انت اول مره بتسمعني وبتتابعني انا منزل لك الفيديوهات الخاصه بكل يونت جرامر شرح وحل على القناه بتاعتنا. تقدر ترجع لكل فيديو قبل ما تسمع الفيديو الحل، اسمعه سريعا افهم القاعده بتتكلم عن ايه عشان تبقى المعلومه ثابته اكتر في دماغك. نمبر 10. My brother's plane is based off at 5 p.m. tomorrow. الطياره بتاعت اخويا هتقلع الساعه 5 مساء تمام غدا. مبدئيا خلينا نتفق معاكم ان احنا خدنا في البريزنت سيمبل وخدناها قبل كده في قاعده الفيوتشر في المستقبل. اتفقنا ان المستقبل بتاعنا ممكن نستخدم معاه، ركز معايا، will والمصدر. ممكن نستخدم معاه am و is و are going to. ممكن نستخدم معاه البريزنت كونتينوس. ممكن نستخدم معاه البريزنت سيمبل المضارع البسيط. ولكن يا حضرات احنا كنا بنجيب المضارع المستمر ده في حاله ايه يا جماعه؟ البريباريشنز والارينجمنت، الترتيبات والايه يا ابطال؟ والاعدادات. الترتيبات والايه يا حبايبي؟ والاعدادات. تمام؟ طبعا هي دي مش ترتيبات واعدادات، فبناء عليه دي هتبقى غلط. طيب تيكس كنا بنستخدمها مع ايه يا مستر احمد؟ مع جداول المواعيد الثابته. يعني لو جينا قلت كتبت لحضرتك هنا كلمه مواعيد ثابته، على طول وانت مغمض تختار فيها المضارع البسيط. ليه يا مستر؟ لان طبعا عشان اعبر عن المستقبل باستخدام مواعيد ثابته زي الطيارات، القطارات، الرحلات، المصايف، افتتاح المتحف يتفتح الساعه كام لكام، الدروس بتاعتك، دي مواعيد ثابته متعرف عليها للكل. فبنستخدم المضارع البسيط مش المضارع المستمر. طيب طبعا is going to am و is و are بنستخدمها امتى؟ مع خطه او نيه او ايه؟ او قرار. فبالتالي هي دي اجابه ايه؟ اجابه غلط. تمام؟ اللي هي لتر A. وطبعا لتر B اللي هو will بنستخدمها مع العرض والطلب والتهديد والوعد. طبعا مش محور الوحده بتاعتنا ولا القاعده عشان مش عايز اشتتك. الاجابه لتر C عشان هي مواعيد ثابته، مواعيد القطارات والطيارات والرحلات وهكذا. تمام؟ تعال نبص على الجزئيه اللي بعد كده نمبر 11. هنا conclusion في الخاتمه. ركز معايا بقى، جالك هنا question number 11 و question number 12 بيتكلم على الجزء الخاص بالرايتنج اللي السكيلز الموجوده في كل يونت. في الخاتمه الكاتب not the thesis. خلي بالك امسك الثيزس بقى هنا اللي هي الثيزس ستيتمنت، اتكلمنا قبل كده ان هي بتستخدم في الانترودكشن. تمام؟ in a new way. بيقول لك في الخاتمه الكاتب بيعمل ايه في الثيزس؟ بص يا حبيب قلبي انت وهي عشان نفهم بس كده. اولا انت عندك هنا كلمه اسكيب دي بمعنى يتخطى. يعني شفت لما بتبقى شغال فيديو على اليوتيوب ويجي لك اعلانات بعد ما الاعلان يقرب يخلص بيقول لك اسكيب فيديو بمعنى تتخطى الاعلان. erase طبعا عارفين معناه ان هو delete يعني يمسح. تمام؟ عندي بعد كده hide بمعنى يخفي، طبعا عارفين المعاني دي كلها. وعندي restate، فكأنما كنت بقول لك بنعمل state. خلي بالك بس عشان اشرح لك حاجه، state لوحدها في المقدمه. state لوحدها فين؟ في المقدمه. انما restate بتبقى فين يا حبايب قلبي؟ في الخاتمه. يبقى لما يقول لك conclusion يبقى هو على طول بيتكلم على ايه يا جماعه؟ على الخاتمه. يبقى انا بعمل restate للايه؟ للمين ايديا. انا بذكر الفكره الرئيسيه اللي هي الثيزس، بذكرها فين؟ بذكرها في المقدمه. انما باجي اعمل لها restate في الخاتمه. question number 12.
The sentence that shows the idea of a paragraph is a not sentence. بيقول لك الجملة اللي هي بتوضح الفكرة بتاعة الباراجراف هي ايه؟ طبعا انا لسه قايل لك دلوقتي اللي هي الثيسس اللي هي بتعرض لنا topic sentence. الجملة اللي بتوضح فكرة الفقرة هي الجملة الرئيسية او الجملة الافتتاحية. طبعا لتر ايه يا شباب؟ لتر سي. طبعا لو جيت اقول راندوم، راندوم هنا يا جماعة اصلا عارف معناها يعني ايه؟ يعني حاجة عشوائية، حاجة يا جماعة عشوائية. انما كلمه letter B closing الختام طبعا ما تنفعنيش، مش تبعنا خالص. عندي بعد كده check بمعنى فحص، طبعا الكلام ده كله ما لا يمت للقاعده بتاعتنا للشكل بتاعنا باي شكل من الايه؟ من الاشكال. نبص بقى يا ابطال على السؤال الثالث عندي اللي هو سؤال القطعه. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كده ونسمي الله. وطبعا زي ما شرحت لكم قبل كده في الفيديوز السابقه يا ابطال، احنا لازم عشان نعرف نحل سؤال القطعه لازم يبقى عندنا القدره ان احنا عندنا بعض الكلمات عندنا قدره على جيسنج تخمين لبعض المعاني. وطبعا اتفقت معاكم ان احنا لازم نقرا الاسئله الاول وبعدين نبدا نقرا القطعه بتاعتنا. طبعا زي ما اتفقت معاكم في الفيديوز مش هنقدر ان احنا نقرا الاسئله كلها الاول وبعدين نقدر نحل. هنحل كده على طول ان شاء الله، نقرا وبعدين نحل على طول، نقرا القطعه يعني ونحل الاسئله. انت لازم قبل ما تحل لازم تقرا الاسئله وبعد كده تبدا تشوف الايه؟ القطعه بتاعتك. نقول بسم الله. Ecotourism is a type of tourism that focus on nature and the environment. بيقول لك ان السياحه الايكوتوريزم دي طبعا خدناها قبل كده بمعنى ايه يا ابطال؟ السياحه الايه؟ السياحه البيئيه هي نوع من انواع السياحه اللي بتركز على الطبيعه وعلى الايه يا جماعه؟ على البيئه. It's a responsible and sustainable. يعني بيقول لك انها responsible و sustainable way of traveling. يعني تعتبر ان هي طريقه، تمام، طريقه من طرق السفر اللي احنا بنشبهها او بنوصفها بان هي responsible مسؤوله ومستدامه. which aims to الهدف طبعا بتاعها conserve the natural environment الحفاظ او استدامه الايه؟ البيئه. تمام. الحفاظ على الايه؟ على البيئه natural environment البيئه الطبيعيه بتاعتنا. protect wildlife وحمايه البيئه الحياه البريه. and support local communities ونقدر ندعم الايه؟ المجتمعات المحيطه بينا او المجتمعات المحليه. نبص على الجزء اللي بعده. بيقول الايكو توريزم اوفرز بتعرض travelers بتعرض على الايه؟ بتوفر للمسافرين an opportunity فرصه to experience. طبعا احنا خدنا كلمه experience لها اكتر من شكل. ممكن تجي لك بمعنى يمر بتجربه او يمر بخبره، او ممكن تجي لك بمعنى خبره حياتيه او خبره عمليه. طبعا هي بتديهم الفرصه لتجربه the beauty of nature جمال الطبيعه، جميل كده، while learning about the environment. وفي نفس الوقت ده يا شباب بيتعلموا عن the environment، بيتعلموا عن البيئة. تمام. and conservation efforts وازاي يقدروا يحافظوا او الجهود الخاصة بالمحافظة على البيئة. This type of tourism النوع ده من انواع السياحة also supports the local economy. ان النوع ده ايضا بيدعم الاقتصاد اللي يا جماعة؟ الاقتصاد المحلي. نعمل سيركل كده على الفايدة بتاعته. طب ازاي يا مستر احمد؟ عن طريق ان هو providing jobs بيوفر كثير من الوظائف and income والدخل for local people للناس المحيطين او الناس اللي عايشين في المنطقه دي. يعني مثلا عندنا في مصر في الجيزه الناس اللي عايشين في الجيزه هناك جنب الاهرامات والحاجات دي طبعا بيتوفر لهم فرص عمل كتيره جدا. دول اسمهم اللوكال بيبول، الناس المنطقه او الناس الاهل بتاع المنطقه اللي فيها المزارات دي، ايا كان بقى المزار هو ايه. بعد كده بدأ يقول لك الايكو توريزم السياحه البيئيه، تمام، is different from traditional tourism. بيقول لك انها تختلف عن السياحه التقليديه. يبقى انا عندي هنا ايكو توريزم وتراديشنال توريزم because it promotes responsible travel practices. طبعا لانها بروموت خدناها قبل كده انها بتشجع، تمام، على ممارسات سفر مسؤوله. يعني ايه ممارسات سفر مسؤوله؟ يعني الشخص اللي مسافر في المنطقه دي لازم يبقى شخص عارف الصح والغلط ويبقى مسؤول عن his behaviors و his acts، مسؤول عن تصرفاته وافعاله في نفس المنطقه دي. تمام. It encourages travelers to minimize. اولا ثانيه واحده بس كده، هو جاب لك هنا بيقول لك it وعملها لك بالبولد. خلي بالك من كلمه بولد يا جماعه، بي او ال دي يعني الخط السميك. it encourages اولا لما تلاقي كلمه زي كده تعرف ان it دي عايده على سؤال تحت، فعلى طول وانت شاطر كده تقوم جاي مطلعها لي. بيقول لك انها بتشجع السياح او المسافرون، تمام، الى مينيمايز تقليل تاثيرهم على الايه؟ على البيئه. minimize the impact on the environment. وايه كمان يا مستر احمد؟ و and support sustainable tourism practice. وسبورت يعني بتدعم ايضا الايه؟ السياحه الايه؟ المستدامه. تمام.
ان يبقى في سياحه مستدامه للبيئه. طب يا مستر احمد هو ادي، تعالى جري كده تحت نشوف هي جت في انهي سؤال كده اهو. question number 5. what does the pronoun it refers to؟ كلمه it دي بتشير الى ايه يا مستر احمد؟ it دي بتشير الى، طبعا من خلال قرايتنا هنعرف هي بتشير الى ايه يا شباب؟ الايكو توريزم، الليتر A، وبكده يبقى انت خدت درجه من غير ما تحس. نبدا نرجع تاني للجمله بتاعتنا فوق ونقول بسم الله. طبعا احنا قلنا ان ادي عايد على الايكو توريزم. طيب نخش بعد كده بقول لك this includes، طبعا كل ده يا شباب بيشمل using eco friendly products. طبعا عشان نقدر نحقق ده لازم يبقى عندنا هنا يا شباب نستخدم منتجات صديقة للبيئة. reducing waste، وان احنا ايضا نقلل ايه يا شباب؟ نقلل النفايات. respecting local cultures and traditions، وايه كمان؟ وندعم ونحترم respect يعني احترام، تمام، الثقافات والتقاليد الايه؟ المحلية. نخش على الفقرة اللي بعدها. ecotourism also supports conservation efforts. بيقول لك ان هي ايضا اللي هي ايه؟ السياحة البيئية ديت بتدعم جهود الحفظ، تمام، efforts اللي هي ايه؟ الحفاظ على البيئة by providing، عن طريق ان هي بتمدنا funding for environmental initiatives. هي بتوفر التمويل لأي حد بيبدأ بمبادرة معينة كده عشان يقدر يحمل ايه؟ يحمي البيئة. and wildlife protection، وحماية البيئة الايه؟ او الحياة الايه؟ الحياة البرية اللي هي wildlife. This helps to preserve natural habitats. طبعا ده بيساعد يا شباب على الحفاظ على الايه؟ natural habitats اللي هي الايه؟ البيئات الايه؟ الطبيعية. and protect endangered species، ويحمي الانواع المنقرضة او المعرضة للانقراض، اللي هي كلمة endangered يعني معرض للانقراض. اخر فقرة عندي in conclusion، في الختام، ecotourism السياحة البيئية is sustainable and responsible way، طريقة، تمام، جاب لك الاسم في الآخر، وصفوا لك إن هو responsible و sustainable of traveling، يعني طريقة كويسة للسفر والسياحة that aims to conserve، إنها تهدف إلى حماية natural environment، البيئة اللي هي يا جماعة؟ البيئة الطبيعية. protect wildlife، وحماية الحياة البرية. and support local communities، وبتدعم المجتمعات اللي هي يا جماعة؟ المحلية. it offers، بتعرض لينا travelers a unique، بتعرض للمسافرين unique and educational experience، بتعرض لهم خبرة وتوفر لهم خبرة تعليمية، تمام كده، وكمان وفريدة من نوعها. while promoting responsible travel practices and conservation efforts، تمام. طبعا while promoting، اثناء ما ذلك هي بتعمل ايه اصلا يا جماعه؟ بتعزز ممارسات اللي هي الايه؟ السفر المسؤوله، ان كل واحد يبقى مسؤول عن سفره and conservation efforts، والجهود اللي هي يا جماعه الحفاظ على البيئه. ده بالنسبه لقرايتي للقطعه، وعرفنا القطعه بتاعتي بتتكلم عن ايه. تعالى مع بعض كده يا شباب نبص على الاسئله بتاعتي. اول سؤال عندي هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ان ايكو توريزم، في السياحه البيئيه، التوريزم التورست او ترافلرز السياح، تمام، او المسافرون. نقرا كده الاختيارات. minimize their impact on the environment، بيقللوا من تاثيرهم على البيئه، ولا maximize their impact on the environment، بيزودوا، تمام، تاثيرهم على البيئه، ولا literacy ignore local culture and traditions، بيتجاهلوا العادات والتقاليد المحليه. طبعا الاجابه دي غلط تماما، تمام. ولا باي اكسبنسيف سوفينيرز، ما جابليش سيره الهدايا ولا الكلام ده. طبعا الاجابه الصح بتاعتي يا ابطال هتبقى لتر ايه، لان قلنا بيقللوا تاثيرهم على ايه يا جماعه؟ على البيئه. نمبر 2. what does ecotourism support in terms of conservation او conservation efforts؟ يعني هنا بيقول لك هنا ماذا تدعم السياحه البيئيه in terms of، يعني فيما يتعلق بالايه يا جماعه؟ بالجهود الحفاظ على البيئه. letter A industrialization and urbanization، تمام، اللي هو عمليه التحضر والعمليات الصناعيه. ولا letter B over consumption، طبعا احنا خدنا كلمه consume قبل كده يعني يستهلك، و over consumption يعني الاستهلاك الزايد of natural resource، للموارد الطبيعيه. ولا letter C waste production، يعني ايه waste production؟ انتاجات الويست يعني النفايات. ولا letter D environmental initiatives and wildlife protection، طبعا حمايه البيئه البريه والايه ومبادرات خاصه بالبيئه. طبعا اتفقنا يا جماعه ان الاجابه الصح بتاعتي هتبقى letter ايه؟ letter D هي الاجابه الصح، تمام، طبقا لما جت في الجمله، جت في القطعه اصلا بنفس النص، تمام. الجهود بتاعتها كلها عشان تحاول تحافظ على الحياه العاديه والحياه البريه والحفاظ على البيئه. طيب نمبر 3. which of the following is not a characteristics of ecotourism؟ أي من الحاجات الآتية مش من ضمن، خلي بالك من كلمة not، مش من ضمن السمات بتاعة الايكوتوريزم، السياحة الإيه؟ السياحة البيئية. أول حاجة عندنا بيقول لك responsible travel practices، luxury accommodations، إقامات مليئة بالرفاهية، تمام،
يا ولا support for local communities ولا conservation efforts. مبدئيا هنا في نمبر 3 بيقول لك responsible travel practice. لو انت بصيت معايا كده يا شباب، responsible travel practice يعني أنشطة السفر المسؤولة. طبعا قلت لك ان دي من ضمن الاستخدامات بتاعتها، فهو بيقول لك not يعني دي ما تنفعنيش. طيب support for local communities، لا ده هي بتدعم، يبقى ما تنفعنيش. conservation efforts جهود للحفاظ على البيئة، لا ما تنفعنيش لان هي موجودة بالفعل. انما letter B اللي هي بمعناها يا ابطال ان بحاول اعمل اقامة فاخرة على في المكان اللي بنزل فيه سياحة، طبعا لا، لان السياحة البيئية بتركز على الطبيعة والبساطة وتحاول انها تحافظ على البيئة، مش على الرفاهية المفرطة او الفنادق والضخمة والخروجات والحاجات دي كلها. هو لم يقصد ذلك خالص، فبالتالي الإجابة بتاعتك تبقى يا أبطال لتر بي. نخش على الجزء اللي بعده question number 4. What is the opposite of conservation? What is the opposite يعني إيه المضاد لكلمة conservation؟ طبعا إحنا خدنا كلمة conservation عن المحافظة، لو جيت بصيت عليها دلوقتي conservation الحفاظ على، طب letter A preservation وسيفنج ويستنج بروتكشن. طبعا شايفين الإجابة الصح تبقى بتاعتنا يا شباب إن كل دول بمعنى حماية ووقايه وصفات جيده تديني معنى كونزرفيشن. ولكن انا عايز الاوبوزيت المضاد بتاعنا، فالمضاد هيبقى لتر سي ويستنج اللي هو الاهدار. نمبر 5 حلناها. نمبر 6 ايكو tourism is defined as يعني بنعرفها او بتعرف على انها tourism that focus on the environment بتركز على البيئه، focus on historical sites على الاماكن التاريخيه، ولا على الشوبينج، ولا على الاقامات الفاخره. طبعا يا ابطال احنا اتفقنا ان الاجابه بتاعت الصح الطبيعي ان هي بتركز على ايه يا حبايب قلب المستر؟ على البيئه. تمام، لان هي الهدف الاساسي اصلا ان هي تحاول تحافظ على ايه؟ على الناتشورال انفايرمنت، على البيئه الطبيعيه. تمام يا ابطال. طيب نخش عليها على السؤال الأخير. among the purposes of ecotourism is to يعني من ما بين أغراض اللي هي شباب أو الأهداف الأساسية للسياحة البيئية هي إيه؟ letter A support international travel ندعم السفر العالمي أو الدولي، إجابة طبعا غلط. promote responsible travel practice نزود الأنشطة أو الممارسات السفر المسؤولة للأشخاص، طبعا هي دي الإجابة شايف إنها صح لغاية دلوقتي. letter C maximize نزود الربح والحق، ما هو مجالكش ست ارباح خالص، نعمل لهم غلط. بروموت luxury travel experience يعني نزود مهارة أو خبرة اللي هي يا جماعة الحاجات الرفاهيات والحاجات اللي موجودة في السفر، طبعا مش هو ده الغرض خالص. بالتالي الإجابة الصح بتاعتي يا أبطال هتبقى إيه؟ لتر بي هي الإجابة الصحيحة. تمام يا أبطال؟ طيب نخش ونبص على الجزء اللي بعد كده يا حبايب قلب المستر، اللي هو الجزء الخاص بيه يا شباب. ها، بسم الله الرحمن الرحيم. جزء الترجمة بتاعتي علشان نقدر نبقى وصلنا لكل جزئية في الايه في الترجمة وفي الامتحان بتاعنا. وسموا الله زي ما احنا اتعودنا قبل كده. عندي سؤال الترجمة بتاعي يا ابطال لازم عشان احله صح لازم نبقى قاريين القطعة اللي فوق زي ما هنعمل كده دلوقتي. Tropical forests are considered the longest of the planet because of their absorption of large amounts of carbon dioxide and the release of oxygen. طبعا احنا فهمنا المعنى ان الغابات الاستوائية تعتبر هي الرئة اللي موجودة في الايه في الكوكب بتاعنا، لان بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون او كمية كبيرة منه وبتطلق لينا او بتخرج لنا الايه الاكسجين. تعالى مع بعض كده نبص على الاختيارات بتاعتي ونقول بسم الله. بس زي انا اتفقت معاك قبل كده تقسم القطعة من فوق tropical forests are considered the lungs of the planet اهو لغاية هنا، وننزل تحت A و B و C و D مع بعض. تعتبر الغابات الاستوائية رئتي الكوكب ونقف لغاية هنا. تعتبر الغابات الاستوائية رئتي الكوكب، شكرا. تعتبر الغابات الاستوائية رئتي الكوكب. تعتبر الغابات الاستوائية رئتي الكوكب، ماشي. نطلع فوق تاني because of their absorption of large amount of carbon dioxide. تمام، نطلع فوق هنا لامتصاصها كمية كبيرة من ثاني أكسيد يا جماعة، من ثاني أكسيد الكربون. أنا في لغاية هنا بسبب إطلاقها، لا هي مش بتطلق ثاني أكسيد الكربون، يبقى في الحالة دي الجملة بتاعتي دي كلها كده غلط. لتر سي رغم امتصاصها، ومالكش رغم يا مستر، يبقى كده دي كلها غلط. بسبب انتاجها، هي مش بتنتج، يبقى كده طبعا الجمله واضحه معايا هتبقى ايه؟ لتر ايه. نبص على السؤال اللي بعده، ترجمه من عربي لانجليزي، نقول بسم الله. السؤال بيقول تسعى كل دول العالم بما في ذلك مصر لجذب الاستثمار لدعم الاقتصاد من خلال إقامة مشروعات ضخمة وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب للقضاء على البطالة. طبعا هنعمل نفس اللقطة، تسعى كل دول العالم بما في ذلك مصر، هنقف لغاية هنا.
all the world countries يعني كل دول العالم، تمام، including Egypt هنفلغط هنا. all the world countries included طبعا غلط يا شباب، لان طبعا ديت اجابه في زمن الايه الماضي، طبعا اجابه غلط، يبقى هنمشي ثلاث سطور دول كده مش عايزينهم. all the world countries including Egypt، شكرا. الأخيرة all the world countries including Egypt من ضمنها مصر أو متضمنة مصر. مالها يا باشا؟ بتسعى لجذب الاستثمار لدعم الاقتصاد، نقف لغاية هنا. seek to attract the investment، تسعى seek to يعني تسعى لجذب الانفستمنت عشان تدعم their economies. ماشي. النمبر 2 شلناها، او لتر بي شلناها. لتر سي seeking to attract، seeking يعني تسعى، جابها لك في هيئة اللي هي يا شباب في صيغة الاستمرار. attract the investment to support their economies، طبعا هي الصيغة دي كده فيها ايه؟ فيها شك، انا ما همشي على هواك انت كده، بس هنركز واحدة واحدة كده مع بعض لغاية ما توصل للنتيجة. تمام. اللي بعدها سيكس، طبعا جاب لك الفعل هنا في اس، بس هو بيتكلم على دول كتيره يبقى جمع، يبقى الفعل ما نضيفلوش اس، يبقى كده دي إيه يا جماعه؟ دي كده غلط. يبقى انا بلعب على اللتر A ولتر A ولتر C من خلال اقامه مشروعات ضخمه. تمام. يبقى by setting up enormous projects، هنا قال لك by setting up enormous projects. طيب، وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب and creating a lot of job opportunities to stop unemployment، عشان stop يعني تمنع، unemployment بمعنى ايه؟ employment يعني التوظيف، unemployment ده بمعنى ايه يا جماعة؟ البطالة. تمام. اللي بعدها هنا قال لك and creating a lot of job opportunities to stop unemployment. يبقى طبعا هنا يا شباب شفنا ان الجملة بتاعتي لو هنجيب letter A letter C هتقول هنا are seeking مضارع مستمر، ولكن طبعا هتبقى الجملة غلط، الإجابة الصح بتاعتي هتبقى ايه؟ seek to. وطبعا لان الجمله بتاعتي بتكلم ان جنرال فبجيبها في صيغه المضارع البسيط، هي دي الاجابه اللي يا جماعه، هي دي الاجابه الصحيحه. ننزل يا ابطال على القصه بتاعتي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاولاني بيقول، طبعا احنا فاكرين طبعا الشخصيات اللي كانت عندنا. how might the polished but undecorated house، يعني كيف ازاي ان المنزل اللي هو polished، تمام، المنزل الغير مزين او النظيف undecorated، تمام، reflect the inner world of Phileas Fogg، ازاي ان المنزل ده يا جماعه بيعكس العالم الداخلي لفيلياس فوج. طبعا عشان بس نتكلم كده، ان بيقول لك منزل فوج ده اصلا كان يشبه شخصيته بالظبط يا جماعه. تمام. كلمه بولشد هنا معناها ان هو الشخص ده اصلا منظم جدا ودقيق ونظيف، كنا بنتكلم ان هو شخص بريسيز اند كلين بيرسون. تمام. وده طبعا بيعكس على عقله اللي هو اصلا كان بيشتغل يعني باي ذا تيك اوف ذا كلوك، بدقه الساعه. تمام. طب معنى كلمه انديكوريتد ديت ان هو المنزل ده كان انديكوريتد غير مزين، معناه ان هو كان اصلا بالنسبه له ليك او يفتقد المشاعر بتاعت الايه؟ العاطفه والحب والحاجات دي كلها. هو واحد دقيق جدا في معاملاته وفي المشي بتاعه، كل حاجه ماشيه باي ذا تيك اوف ذا كلوك. تمام. هو راجل عملي بيهتم بالحقائق بالفاكتس والنمبرز، ها، والروتين اللي هو كان بيمشي عليه كل يوم. حتى هو كان ممل جدا الايه، الخدم اللي كانوا بيجوا يشتغلوا عنده كانوا بيبقوا بيشعروا بالملل من الروتين بتاعه. جميل. ما كانش بيهتم بالايه، بالمظاهر، فبالتالي هو ما كانش بيهتم بالديكوريشن اللي موجوده فين؟ في المنزل. فبالتالي لما تيجي تتكلم تقول ان هو ريفلكت، هكتبها لك اهو، هكتب لك جزء منها عشان برضو الاجابه مختار كتير، انت على حسب فهمك للقطعه للقصه. بترفلكت بتعكس. تمام. his highly organized، منظم او منظمه، كوما punctual، تمام، and mathematical mind، بيعكس عقله اللي يا جماعه المنظم والمنضبط تماما مثل المنزل بتاعه. خلاص. طيب نبص على question نمبر 2. طبعا انت هتزود بقى الحاجات اللي قلت لك عليها بالانجليزي الثانيه. تمام. ان هو شخص discipline، تمام، and precise وفوكسد، كل الكلام الصفات الجديده تقدر تجيبها لي. question نمبر 2، كان order and discipline يعني هل يستطيع او من الممكن الاوردر يعني and discipline يعني ايه كلمه discipline؟ الانضباط، يعني هل يستطيع الانضباط، تمام، والنظام be more valuable يكونوا أكثر قيمة than adventure عن الإيه؟ عن المغامرة. explain that. طبعا هو هنا بيقول لك ممكن يكون النظام والانضباط أكثر قيمة من المغامرة. هو سؤال طبعا محتاج إنك تبقى فاهم الستوري بتاعتك بشكل كويس. تمام. طبعا في حالة فوج لو ما كانش عنده نظام وانضباط
وما كانش يقدر يقوم بالمغامره بتاعته. تمام. يعني هتقول لي هنا ان الانضباط والمثابره ديت يا شباب هتعمل أو عملوا ايه، هتكتبهم لي تقول لهم ان هم ايه، بروفايد فوج. بروفايد ايه يا جماعه؟ فوج، شجعوه. تمام. to achieve and do his، ها، انه يقدر يعمل ايه يا جماعه، التشالنج، التحدي بتاعه. تمام كده. تمام. وايضا تزود عليها ان الديسيبلين والاوردر بتاعه ده يا جماعه، الانضباط، هيلبد هيم او allows him to succeed، خلوه ينجح في الايه، في الادفنتشر بتاعته. تمام. وان هو يقدر اوفركم، يتغلب على الايه، على التشالنج، المشاكل اللي موجوده عنده. تمام يا ابطال. طيب تعالوا مع بعض كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف السؤال اللي بعده الخاص بسؤال الايه، الريرايت. لما نيجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، the room is being tidied now، الغرفة is being tidied now. ركز معايا ان جابها لك هنا الجملة بتاعتي بدأ بالمفعول، جملة في المستمر جاب لك هنا being passive، الغرفة بتترتب الآن. قال لك هات لي my mother، طبعا هو بيقول لك ابدأ بالفاعل، يعني هتبدأ هنا بمين؟ بماي mother، وتقول ان امي بتعمل ايه يا شباب؟ بترتب الغرفة، فاجيبها لي في المضارع المستمر، يبقى is tidying the روم، امي بترتب الغرفه ناو. هتبدا بالفعل وبعد كده الفاعل، وبعدين ام واز وار، والفعل تحط له اي ان جي، وتكمل المفعول بتاعك، وتجيب الظرف الزمان الدال على الاستمرار، وتحولها من كونها باسيف الى كونها يا جماعه اكتف فويس. السؤال الثاني، وات از عادل painting in his notebook، عادل كان بيدهن ايه في الغرفه بتاعته؟ قال لك هات لي كلمه painted. painted يعني ايه يا شباب؟ دهنت. تمام. طيب انا عايز اقول لك وات از عادل بينتنج، يعني هو بيدين ايه في النوت بتاعه؟ اما تيجي تحولها لي، حولها لي المجهول. انت هتتكلم هتقول لي ايه اللي اندهن، او ايه اللي اتعمل في الايه، او ايه اللي بيندهن في قلب النوته بتاعته. يبقى هتجيب لي السؤال عادي زي ما هو اهو وات، وبعدين انت هتجيب لي هنا تقول لي هنا ايه، وات از، وبعد كده بتجيب لي هنا يا مستر احمد بينج زي ما اتفقنا. وات از بينج painted، what is being painted in عادل's، اللي بيندين in عادل's نوت بوك، في النوت بوك بتاعته. طبعا هو في التو بوينتس دول يا شباب بيحاول يشوفك انت انسان فاهم الجمله الاكتف والباسيف ولا لا، وتتلخبط في حلهم ولا لا. بكده يا حبايب قلبي نكون احنا خلصنا الجزء الخاص بيونت 1. نبدا ونشوف يا حبايبي الخاص بيونت 2، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايب قلب المستر على الالزام او التيست اللي موجود عندي على يونت 2. question number 1 بيقول with the contributions of the locals، يعني بمساهمات السكان المحليين، locals يعني المحليين، we managed to build an institution، احنا قدرنا وتمكنا من بناء مؤسسة for orphans يعني للأيتام. مرادف كلمة institutions منظمات، منظمات ديت يا شباب أو مؤسسات، هات لي مرادف ليها. مبدئيا letter A جاي لك هنا بمعنى كلمة صعوبات، طبعا إجابة خاطئة. تمام. عندي letter B establishments، طبعا أنا عندي كلمة establishment بمعنى مؤسسات أو منظمات، طبعا تنفع. letter C بمعنى goals بمعنى أهداف، إجابة خاطئة. letter D organizations بمعنى منظمات، طبعا برضو إجابة تنفع معايا. letter E aims بمعنى غايات أو أهداف، وطبعا دي إجابة خاطئة. يبقى الإجابة بتاعتي الصح letter B و letter D. question number 2، some people don't ask others to assist them، بعض الناس ما بيطلبوش من الآخرين إن هم يساعدوهم even if they are in need، حتى لو هم في حاجة إليهم. تمام. مضاد كلمة assist يعني يساعد، مضاد يا جماعة، مضاد يساعد. أولا كلمة aid يعني مساعدة، إجابة غلط. support يعني مساعدة، إجابة غلط. develop يعني يطور، إجابة ما تنفعنيش، مش تبع الإيه، مش تبعي خالص. فبناء عليه الإجابة الصح بتاعتي هتلاقي عندك letter B hinder يعني يعوق، obstruct برضو يعني إيه يا جماعة، كلمة obstruct بمعنى يعوق او يعرقل. يعوق او يا جماعه يعرقل، جاي من كلمه obstacle. اوكي. نمبر 1 في السؤال اللي بعد كده زي ما اتفقنا بيجيب لي هنا سؤال خاص بالسينون بالانتونيم، وبعد كده بيجيب لنا سؤال خاص يا شباب بالايه، بالاسئله العاديه بقى بالكلمات اللي عندي. ونبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. question number 1، many families يعني معظم الايه يا جماعه، معظم الاسر والعائلات. كبر لك الشاشتين زي ما كنا متفقين، معظم العائلات. تمام. space to live comfortably these days، طبعا هو بيقول لك معظم الناس ايه علشان تعيش بشكل او بشكل جميل او بشكل مرتاح. طبعا احنا عارفين يا جماعه ان العائلات كتير بتكافح لتعيش بارتياح في هذه الايام. فلتر ايه طبعا عندي هنا بمعنى يسيطر، دي ما تنفعنيش. دي بمعنى ايه يا جماعه؟
يسيطر. إجابة غلط. letter B struggle بمعنى يكافح. طبعا احنا كلنا بنكافح عشان نقدر نعيش في مجهود وتعب. afford بمعنى يتحمل تكاليف أو يتحمل نفقة، ما تنفعنيش. كلمة risk يعني يغامر أو يخاطر، برضو هنا الجملة بتاعتي إجابة خاطئة ما تنفعنيش. تمام. يبقى الإجابة الصح كلمة إيه يا جماعة؟ struggle يعني إيه؟ يعني يكافح. نمبر 2 around the world in 80 days. القصة اللي بتقول الرواية بتاعت حول العالم في 80 يوم هي رواية not I like it very much. طبعا احنا من خلال قرايتنا للستوري بتاعتنا او النوفل بتاعتنا عرفنا ان هي اولا كلمة فيم هنا بمعنى شهرة، ما هي الشهرة خالص بتاعتنا، ما بيتكلمش على اي شخصية مشهورة. ولا كلمة resilience يعني مرونة، وطبعا هي ما فيش كلمة مرونة، يعني مش قصة، ما فيش نوع من انواع القصة اسمها قصة مرونة. adventure طبعا هي قصة مغامرة، عارفين كلمة adventure. وبعد كده كلمة ancestor اللي هو السلف او الجد او الاجداد بتوعنا. طبعا اجابة خاطئة. الاجابة الصح لتر سي. حاول تركز معايا كده، بنحاول نعيد كل الكلمات وانا بكتبها لك. ركز معايا بالله عليك انت وهي علشان نقدر نستفيد باكبر قدر. ما تنسانوش في دعواتكم. رول موديلز اوفن. رول موديل طبعا خدناها قبل كده يا جماعه، اللي هو مين؟ القدوه بتاعك، القدوه الحسنه بتاعتك. often not the youth to be better. غالبا نقط الشباب ان هم be better، ان هم يكونوا افضل او يلهموا الشباب ليكونوا افضل. طبعا انا عندي كلمه discourage عكس courage يعني يشجع، دي معناها يحبط. rent يعني يستأجر، طبعا إجابة غلط. inspire يعني يلهم، طبعا هي الإجابة الصح يا شباب. عندي كلمة evolve بمعنى يتطور، طبعا هي مفيش حاجة اسمها بيتطور الشباب عشان يبقوا أفضل. الإجابة الصح هتبقى بتاعتي inspire. number 4 due to the increasing prices بسبب زيادة الأسعار there is a أو an for high salaries from the employees اللي هم المواطنين الموظفين. يبقى هنا هناك نقط على زيادة المرتبات. طب commitment خدناها قبل كده اللي هي بمعنى ايه؟ كلمة مهمة جدا في الوحدة التانية. التزام، في التزام. inventory خدناها اللي هو برضو كلمة اتكررت كتير معانا جدا، المخزون. demand بمعنى الطلب، demand. تمام. وعندي entrepreneur بمعنى رائد أعمال، اللي هو الايه؟ الشخص اللي بيبدأ بيزنس أو الكلام ده. تمام. أو عنده بيزنس خاص بيه. فطبعا احنا شايفين الإجابة الصحيحة اللي تنفع إن كان في طلب على زيادة الايه؟ زيادة المرتبات. تمام. Number 5 notice something that you are trying to achieve such as a total or amount of time. السؤال بيقول يا جماعة الايه الهدف هو حاجة انت بتحاول ايه يا جماعة؟ بتحاول تحققها بمرور الوقت وهكذا، صح؟ طيب الاختيارات اللي عندي، اول كلمة عندي هنا يا شباب كلمة تاتر، اصلا لوحدها دي بمعنى يدرس، فتاترنج دي بمعناها التدريس. بمعنى ايه يا شباب؟ التدريس. نمبر لو لتر بي انستتيوشن خدناها قبل كده بمعنى ولسه حالين عليها مؤسسة، طبعا إجابة غلط. لتر سي كلمة بيتش لا بمعنى نبرة الصوت. وتارجت اللي هو ايه يا جماعة؟ اللي هو الهدف. طبعا الإجابة الصح التارجت ده الحاجة اللي أنت عايز تحققها. وكلمة بيتش ده ممكن تيجي بمعنى إيه يا جماعة؟ بمعنى ملعب. طبعا إجابة خاطئة. الإجابة الصح لتر دي. تعالوا نبص على question number 6. Did you visit the sick uncle yesterday or not you busy. طبعا هو داخل هنا على الجرامر. هل انت زرت عمك المره دي امبارح ولا انت كنت مشغول؟ طبعا كلمه كنت مشغول فانا عايز هنا فيرب تو بي. ففيرب تو بي طبعا يا شباب انا جاب لي هنا بتكلم عليك انت. did you visit your uncle ولا الجمله كان اصلها انت مشغول you. هي كان اصلها انت كنت، فكنت في الماضي فيرب تو بي was aware. فالاجابه الصح بتاعتها هتبقى يا حبايب قلبي هتبقى you were. فهنعكسها هتبقى were you busy، يعني هل انت كنت ايه؟ كنت مشغول. تمام. لان احنا طبعا بنتكلم عن حالة في الماضي مع الضمير ايه؟ مع الضمير يو. يبقى هاف ما تنفعش، ار مضارع ما تنفعش، وديد هنا ما تنفعش. نخش على الجملة اللي بعدها question number 7. بيقول بسم الله before not married to his wife he had lived in another district. طيب بيقول لك قبل زواج من زوجاته هو كان عايش في منطقة أخرى أو في حي آخر. كلمة district. بيفور هنا يا شباب اتفقنا ان طالما عندي مفيش فاعل، فبالتالي الاجابه بتاعتي يا شباب هنا هيبقى فيها ايه؟ اي ان جي من غير كلام كتير. مفيش سبجكت، مفيش جمله كامله، احنا بنجيب الجيرند على طول في الايه؟ في الاي ان جي. تمام كده طالما مفيش ايه؟ فاعل. طيب نخش على question number 8. منى was exhausted because او exhaust after، يعني منى كانت مرهقه بعد نقط a 12 shift a 12 hour shift، بعد ما اشتغلت شيفت او ورديه لمده 12 ساعه في المستشفى. يقول لك هي كانت متعبه بعد. اولا كلمه افتر هنا برضه يا شباب ركز ان الجمله بتاعتي هنا ما جاليش ايه؟ ما جاليش فاعل، صح؟ فطالما ما جاليش فاعل يبقى انا عايز اقول لك هنا افتر working، بعد ايه؟ بعد العمل.
جميل كده، لان طبعا ده ادى الى ايه؟ الى نتيجه الارهاق فين؟ في الماضي. خلاص. after working a 12-hour shift at the hospital. طيب question number 9. My friend Adham told me that he زميلي أدهم قال لي إيه يا شباب؟ صلوا بنا على النبي. قال لي إن he not in أسوان a week before. إن هو كان في أسوان الأسبوع الإيه؟ الأسبوع الماضي. طبعا كلمة told me ده كلام مباشر وكلام غير مباشر. فلما تيجي تقول هو قال لي، أولا verb الفعل القول هنا في الماضي ما ينفعش يبقى جوه الجملة هنا مضارع، ما ينفعش يبقى جوه جملة مضارع في الاختيارات. يعني دي كده غلط ودي كده غلط طبعا، إلا إذا لم تكن من الإيه؟ من الشواذ، ودي مش الشواذ. طيب told me that he جاب لك would اللي هي كان اصلها ايه يا شباب؟ will اللي هي مستقبل، وجاب لك had اللي هي كان اصلها ماضي بسيط. هو انا عايز اقول لك على حاجه، لما تلاقي كلمه before او the week before معناها منذ اسبوع، يعني الجمله دي في زمن الماضي، وهتخليك صايع كده في الحل. لما تلاقي كلمه before في الجمله اعرف انك على طول بتختار في الشكل ده الماضي التام. خلاص. طيب number 10. scarcely. scarcely بقول لك بمجرد نقط about my problem، الفيرب بتاعت she know، بمجرد ان هي عرفت عن مشكلتي. ماشي. طبعا scarce اللي بيجي معاه الايه الاختها الثانيه اللي لازم ما تفرقهاش when، زي ما خدنا no sooner than، hardly when، scarcely when، و barely when. she offered to help me with it، عرضت انها تساعدني فيها. طيب scarcely شرحت لكم قبل كده حاجه صغيره. لما تلاقي العيله دي كلها scarcely او no sooner hardly scarcely ها barely في اول الجمله، ما ينفعش تبدا بالفاعل. ما ينفعش ابدا بالايه يا جماعه؟ بالفعل. يعني دول كده غلط. هنبدا بالفعل المساعد. بس الجمله بتاعتي في حدثين، اقدم واحد اقدم واحد احدث. فالاقدم دايما بيكون ماضي ايه يا شباب؟ ماضي تام. الاقدم بيبقى ماضي ايه؟ ماضي تام. يبقى يعني هنا كده هاز غلط، وبالتالي فببدا هنا ايه؟ هاد شي نون، لان هي عرفت بالمشكله الاول، بعد كده هي عرضت ايه؟ المساعده عليا. ده الحدث الاقدم. بعد كده ده الحدث الايه؟ الاحدث. question number 11. the body of the email includes ده دخل في الجزء الخاص بالسكيلز. البادي الجزء او الجزء الخاص اللي هو جسم الايميل بيتضمن على الايه؟ closing phrase. طبعا اجابه غلط، دي بتيجي في الخاتمه في الكونكلوجن. greeting دي بتبقى في الانترو. السبجكت لاين ولا المين كونتنت؟ طبعا السبجكت لاين يا جماعه والفروم لاين. تمام. والتو لاين. الفروم والايه؟ والتو لاين دول كلهم بيبقوا فين يا حبايب قلب المستر؟ بيبقوا موجود فوق خالص في اول الايميل. طبعا هو بيشمل على ايه؟ بيشمل على المين كونتنت اند ديتيلز، على التفاصيل والمحتوى الاساسي للايه؟ للايميل اللي انت بتكتب فيه كل التفاصيل اللي انت عايزها فيه. question number 12. The space gives the background information and sets the stage for the rest of the post. طيب الايه بتدي باك جراوند انفورميشن، بتدي معلومات خلفيه، وسيتس ذا ستيج يعني بتمهد فور ذا ريست اوف ذا بوست، يعني للي تبقى من الايه؟ من المنشور، او لما تبقى من المنشور. مين اللي بيديني الباك جراوند اصلا يا جماعه؟ اتفقنا ان هي في الاساي او في الباراجراف او ايا كان، الانترودكشن المقدمه بتاعتي هي اللي بتديني الباك جراوند الخلفيه. ليه؟ لان اتفقت معاكم قبل كده يا حبايبي ان عندي في المقدمه بتاعتي بيبقى عندي ثلاث حاجات. اول حاجه لازم يبقى عندي الهوك اللي هو الايه؟ جراب ريدرز اتنشن، بيجذب انتباه يا جماعه، بيجذب انتباه، بيعمل جراب او بيعمل اتراكت، يعني جذب الانتباه مين؟ للايه؟ للانتباه القارئ. تمام. جراب ريدرز اتنشن. طيب بعد الهوك بتلاقي عندك هنا ايه يا حبايبي؟ الباك جراوند اللي هو بيتكلم عليها، انك بتديني باك جراوند انفورميشن. تالت حاجه بتلاقي بعد كده عندك الايه يا جماعه؟ الثيزس ستيتمنت. بتلاقي الثيزس ايه يا شباب؟ ستيتمنت اللي هي بتديني المين ايدا، بتديني فرق ايه يا جماعه؟ المين ايدا بتبقى موجوده فيها. تمام. اتمنى تكونوا فهمتوها، ويلا بينا نبدا نخش على الجزء الخاص بعد كده بايه؟ بالريدنج كومبريهنشن. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نسمي الله كده ونشوف ايه الجزء الخاص بالقطعه عندي، ونشوف ترجمته واحده واحده زي ما اتعودنا. نقول بسم الله. قطعه يا ابطال بتتكلم على most of us would like to live a long and healthy life، يعني معظمنا بيحب ان هو يعيش حياه طويله وصحيه. تمام. طيب long and healthy بيحب يعيش حياة، يبقى عايش فترة طويلة ولكن يعيشها بصحة. increasingly يعني بيقول لك إن في بشكل متزايد doctors and نجيبها الناحية دي شوية كده. doctors دكاترة. تمام. telling دكاترة
telling us that الدكاترة بيقولوا لنا إن in order to do so عشان نقدر نعمل كده تمام we must eat healthy diet. يبقى هنا في شرط عشان تقدر تعيش كتير وتعيش بصحة كويسة لازم تاكل طعام صحي. too often we ignore the advice. طبعا هنا بيقول لك كثير مننا أصلا too often we يعني كثير مننا بيتجاهل النصيحة دي. in most countries of the developed world يعني في معظم دول العالم، بس خلي بالك كلمة developed يعني متقدم، في فرق ما بين developed country و developing country. developed بالاي دي معناها متقدمة خلاص، انما developing بالاي ان جي دي معناها دول ايه يا جماعة؟ دول نامية. دول ايه؟ نامية لسه بتحاول تصعد للقمة. تمام؟ طيب نخش بعد كده. there is no shortage of food. طبعا الدول دي ما فيش فيها هناك نقص من ايه؟ نقص الطعام. but their inhabitants could be suffering from a form of malnutrition. يعني في ناس هناك من السكان بيعانوا من شكل من أشكال سوء يا جماعة سوء التغذية. This is something that we are accustomed to associate with poor countries which regularly suffer from famine caused by primitive agriculture methods and overpopulation. يلا نبينا نقسم الجزئية بتاعتنا تاني. احنا قلنا ان في بعض السكان المناطق بيبقى فيها سكان بيعانوا من سوء يا جماعه نقص الغذاء، ولكن سوء التغذيه ده this is something that بيقول لك ان ده اللي هو اصلا عايد على مين this ده يا جماعه؟ على سوء الايه؟ على سوء التغذيه، عشان لما يجي لي سؤال تحت زي ما اتعودنا في الفيديو في التست الاولاني. ده that we are accustomed to يعني طبعا ده يا جماعه امر احنا accustomed دي معناه ان احنا كنا معتادين عليه. to associate يعني اعتدنا على ان احنا associate it with، بنربط الكلام ده بالدول ايه؟ بالدول الفقيره. which regularly suffers from اللي هي كانت دايما بتعاني regularly يعني بتعاني بانتظام from famine من المجاعات اللي بتتسبب او الناتجه عن ايه يا شباب؟ primitive يعني بدائي agriculture methods طرق الزراعه البدائيه and overpopulation ومع ايه كمان زياده عندهم اللي هو التعداد السكاني، في زياده باهظه في التعداد يا جماعه السكاني. طيب the problem in the developed countries يعني بقول لك المشكله في الدول المتقدمه is that هي ان people are eating food which is far from being nutritious. يعني ايه يا مستر احمد؟ الناس بتاكل الطعام اللي هو اصلا يكون بعيد كل البعد عن ايه؟ ان هو يكون بمواد غذائيه مفيده، تمام؟ او ان هو يكون مغذي and which is lacking in many of the vitamins essential to health. واللي بيبقى ليه lack يعني ايه يا جماعه؟ يعني في نقص في معظم الايه يا شباب؟ يفتقر العديد من الفيتامينات اللي هي المفترض تكون تعتبر ضروريه لايه؟ لصحه الانسان. because the busy way of life طبعا بسبب النمط الحياة اللي هو المضغوط والزحمة اللي احنا فيها. people rely too much on rely on بمعنى الناس بتعتمد على ال convenience foods. يعني ايه يا مستر احمد؟ بيعتمدوا على الفاست فود مثلا الطعام الايه السريعة. not taking the time to prepare a nourishing meal for themselves. يعني مش هقعد بقى احدد وقت واخصص وقت هنا يا شباب بقى ان انا اقعد اطبخ وجبة مغذية والكلام ده كله، لا عادي اي حاجة بتيجي بياكلوها. طيب نخش على الفقرة اللي قبل الأخيرة، بتتكلم معايا هنا على even when people decide to eat in a restaurant. يعني حتى لما بيقرروا إن هم ياكلوا في المطعم many of them معظمهم تمام decide that they have very little time and that their food must be served instantly. وبيبقى داخل مستعجل فحاطط في دماغه إن أنا مستعجل أنا لازم الأكل ينزل لي إيه؟ ينزل لي بسرعة. تمام. For this reason there are in many countries عشان كده في كثير من الإيه يا جماعة؟ في كثير من البلدان so many restaurants that specialize in serving fast food. في كثير من الدول متخصصة أصلا في تقديم الإيه؟ الوجبات السريعة دي. Unfortunately most of this food is also junk food. للأسف كتير من الطعام ده هو يعتبر جانك، ده يا جماعة طعام ضار، طعام سريع ضار. And even more unfortunately many children have become addicted to this. يعني للأسف إن في كثير من الأطفال بقوا مدمنين للوضع ده. refusing to eat healthier alternatives بيبقوا رافضين إن هم ياكلوا البدائل بتاعتهم الصحية اللي هي موجودة في البيت، أو لو أنت في حاجة بره البيت بتجيبها. آخر باراجراف عندي الفقرة الرابعة الأخيرة الخاتمة بتاعتي. ideally يعني لو هنيجي نتكلم بشكل مثالي تمام. ideally الناس should eat more cereal products. الناس المفترض تاكل كثير من منتجات الحبوب تمام كده in order to reduce the risk of certain عشان يقدروا يقللوا المخاطر بتاع cancers certain cancers ربنا يعافينا يا رب عن أي نوع من أنواع السرطانات. anti oxidants تمام
are thought to have some effects in preventing cancer. يعني بيقول لك ان بعض المضادات الاكسده انتي اصلا بمعنى ايه يا جماعه؟ مضادات الاكسده are thought يعني بيعتقد ان هي اصلا have some effects بيبقى لها اثار كتيره، تمام، in preventing cancer في حمايه ايه يا جماعه والوقايه من السرطانات and these are found in significant quantities in fruit and vegetables. يعني بقول لك ان الحاجات دي بتبقى موجوده في الخضروات والفاكهه، بيبقى فيها حاجه اللي هي من ضمنها مضادات الاكسده، وديت بتساعد على ان احنا ربنا يعافينا من امراض الايه، من امراض السرطان وخلافه. نبص على السؤال الاولاني، بيقول why do people ليه الناس في الديفلوبد كانتري في الدول المتقدمه بيعانوا من نقص ليه يا جماعه او من سوء الايه، من سوء التغذيه. هكتب لك معناها في وقت عشان تبقى حافظها لي، ليه الناس ديت بيعانوا من سوء الايه، من سوء التغذيه. طبعا لو جيت بصيت because of bad agriculture بسبب الزراعه الخاطئه السيئه، ولا because they have an inactive lifestyle نمط حياه مش نشيط، because of insufficient food الطعام غير كافي، ولا unhealthy eating habits. طبعا طالما في سوء تغذيه ده طبعا هنعمل له لينك دايما يا جماعه على طول بايه، بان في unhealthy habits عادات الاكل غير الصحيه. نمبر 2 why do people in poor countries للناس في الدول الفقيره suffer from ليه كثير من الناس بيعانوا من ايه يا شباب، من malnutrition اللي هو سوء التغذيه. اول حاجه because of short food shortage بسبب نقص الطعام، ولا because of poor eating habits عادات الطعام السيئه، ولا because of good agriculture ولا بسبب الزراعه الجيده، ولا بسبب poor soil conditions الحالات الايه او ظروف الايه التربه السيئه. طبعا يا جماعه بيعانوا من سوء التغذيه بسبب بسبب الاجابه اللي عندها هتبقى ايه، نقص الطعام، لان قال لك هنا بور ايه، بور كانتريز دول ايه، دول فقيره. خلاص، نبص على question number 3 ونقول بسم الله. what is the benefit of cereal products؟ ايه الفايده اللي عندي او اللي هجيلي من ايه، من المنتجات بتاع الحبوب؟ they fight cancer ولا they have protein فيهم بروتين، ما جابليش سيرة دي خالص اصلا، ولا they strengthen muscle بتقوي العضلات ما جابليش سيرتها، they make us fast يخلينا اسرع. طبعا الاجابه الصح بيحارب اللي يا جماعه السرطان. What do doctors advise people to do to live healthily؟ الدكاترة بينصحوا الناس يعملوا إيه عشان يبقى عندهم صحة جيدة؟ to run more يجروا، ما قالكش يجروا ولا يقعدوا. to exercise regularly إن هما يتدربوا، ما جالوش سيرة التدريبات. eat healthy food أعتقد هي دي الإجابة الأصح. to have regular check ups to have regular عشان يبقى عندهم regular check ups إن هما يروحوا يفحصوا نفسهم كل شوية بنظام. طبعا ما جابليش سيرتها برضه. نخش على question number 5. السؤال بيقول what does the underlined word this refer to؟ بيقول لك الكلمة دي بتشير إلى إيه كلمة this؟ طبعا إحنا خدناها فوق لما جينا شرحناها، قلت لك إنها بتشير إلى إيه يا جماعة؟ نقص أو سوء الإيه؟ سوء التغذية. ما بتشيرش إلى قلة أو ندرة الطعام ولا الطعام ولا أي معنى من الكلمات اللي عندنا دي المجاعات والكلام ده. طيب كلمة nutritious معناها إيه؟ الكلمة دي معناها healthy صحي، ولا nutritious، ولا junk، ولا inconvenient غير ملائم؟ طبعا احنا قلنا الكلمة دي معناها حاجة صحية، حاجة يا شباب، حاجة صحية. تمام؟ طيب صلوا بينا على النبي. تعالوا مع بعض كده نبص على الجملة اللي جاية عليها الدور، واقرا لي الجملة بتاعتك بتتكلم على المنتجات الايه are kinds of food نوع من انواع الايه الطعام that are recommended for good health التي وصى بها من أجل عمل إيه يا جماعة؟ من أجل صحة جيدة. طبعا إحنا اتفقنا إن هي الأكل الطعام اللي قال عليه هو الإيه يا شباب؟ السريل اللي هي الحبوب. تمام؟ نبص على الجملة اللي بعدها، السؤال الخاص بالترجمة، ونقول بسم الله. All the world countries seek to develop global trade. طبعا لو نفتكر إن كلمة seek هنا كانت موجودة عندنا في الترجمة اليونت 1. تسعى جميع دول العالم إلى تطوير التجارة العالمية بانتظام. هنقف لغاية بانتظام كده في الإيه، في الأربع اختيارات. تمام؟ نبص كده على الجملة بتاعتي بتتكلم على إيه؟ تسعى جميع دول العالم إلى تطوير التجارة العالمية بانتظام. سعت، جاب لك هنا كلمة سعت. طبعا يا شباب هو بيقول لك هنا سيك مضارع بسيط، تمام؟ كلمة سعت دي غلط، يبقى هنا هنقوم جاي ماشيين الجملة دي خالص. تسعى جميع دول العالم إلى تطوير التجارة العالمية، صح. تسعى معظم، هو قال لك هنا إيه؟ أول كل دول العالم، يبقى معظم دول العالم. معظم ده يعني الكثير، في شوية وشوية لا. تمام. طيب أولا هو لتر سي قال لك هنا، بيقول لك ريجولار أنا بانتظام، ولكن هنا بنظام، ولكن هنا برضه بنظام. طبعا ما هيش بنظام يا جماعة، هي بانتظام. تمام.
طبعا لو بصيت هنا بيقول لك لأن هذا برضو تأكيدا للمعلومة ليك يؤدي إلى تحسن كبير في اقتصاد مناطق مختلفة في العالم as it leads يؤدي إلى great improvement تطور كبير في الاقتصاد في مختلف الدول في العالم. letter C لأن هذا يؤدي إلى تحسن كبير في اقتصاد مناطق متفرقة. تمام. ولأن هذا قد يؤدي إلى تحسن كبير في اقتصاد مناطق مختلفة في العالم شبه بعض، ولكن طبعا اللعبة كلها عندي يا جماعة بكلمة بنظام، تمام، مش بانتظام. خلاص، يبقى الإجابة بتاعتي الليتر A. السؤال اللي بعده بالنسبة للترجمة بتاعتي اللي هي من عربي لإنجليزي، نبدأ نقول بسم الله. بصوا يا حبايبي، تمتلك مصر عناصر هامة لقيام صناعة السياحة. نترجم: Egypt has important elements for the tourism industry. Egypt has important elements for the tourism industry. Egypt had في الماضي غلط. جميل كده. اللي بعدها Egypt has important elements for industry of tourism. ما هي طبعا industry of tourism و tourism industry يعني مديك نفس الايه، نفس المعنى، بس بيلعب عليك بالالفاظ، زي الطقس الجميل والفنادق المتميزه والاثار الرائعه. نقف هنا اداك 3 اشكال: such as beautiful weather زي الطقس الجميل، distinguishing hotels يعني الفنادق الايه الرائعه او المميزه، and wonderful moments والآثار. moment يعني لحظات. ركز معايا كده، ركز عشان ما يلخبطكش. كلمة moment هنا ما تنفعنيش خالص يا جماعة، غلط، وكلمة had هنا غلط. تمام، يبقى كده مشينا الجملتين دول. طبعا هنا بقول لك هنا ايه، في letter B such as beautiful weather, distinguished hotels and wonderful monuments. monuments يعني آثار، لغاية دلوقتي سيبها. such as beautiful weather, distinguishing hotels and wonderful monuments آثار جيدة. طيب، ولهذه الأسباب يزورها الملايين من السياح كل عام. and for these reasons millions of tourists ملايين من الإيه يا جماعة؟ ملايين من السياح بيزوروها إيه؟ بيزوروها كل إيه؟ كل عام. خلاص. and for this reason millions of tourists visited it every year. طبعا إجابة صح. واحد فيكم يقول لي يا مستر أحمد طب ما الاتنين صح، أقول لك لا طبعا الاتنين مش صح. أنا بس بجاريك علشان أشوف أنت خدت بالك ولاحظت معايا ولا ما لاحظتش معايا. أتمنى تقول لي يا مستر أحمد ده أنا لاحظت كلمة واحدة، ان الصفه اللي احنا خدناها في الوحده الثالثه والرابعه لما جبناها هنا ضفنا لها اي دي وهنا ضفنا لها اي يا جماعه اي ان جي. اتفقت معاكم قبل كده يا شباب ان بقول لك هنا الفنادق ديت ايه، مميزه او فنادق متميزه، فانا بجيبها هنا كصفه. تمام، فدي اسمها distinguished hotels. تمام، مش distinguishing hotels. فبناء عليها يا جماعه الاجابه لتر ايه، لتر بي هي الاجابه الصحيحه. تمام. نخش بعد كده يا حبايب قلب المستر على النوفل الروايه بتاعتنا. نبص على السؤال اللي موجود عندي question number 1. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال عندنا بيقول What do the calm words of Phileas Fogg reveal about his personality? What do the calm words يعني الكلمات اللي قالها الهادية اللي كان بيتكلم. هو طبيعته أصلا فيلياس فوج كان بيتكلم بأسلوب هادي. الكلمات اللي قالها دي تعكس إيه عن شخصيته يا شباب؟ طبعا بتعكس إن هو إنسان إيه يا شباب؟ يلا نكتبها لكم كده مع بعض. نقول بسم الله. بتعكس إن هو إيه؟ calm، إن هو إنسان calm يعني ايه؟ هادئ. ايه كمان يا مستر احمد؟ سيلف كونفيدنس او سيلف كونفيدنت يعني انسان واثق من نفسه. تمام. ممكن نقول كمان ان هو كان شخص ايه يا جماعه؟ disciplined يعني شخص ايه، منضبط. person. تمام. وطبعا نقول هو doesn't get angry easily. طبعا ان هو شخص كان بيتكلم بهدوء كده. قال من الهدوء ده معناه ان هو ايه، مفيش حد يقدر يزع يعني ايه زي ما بيقولوا كده يسخنه بسرعه ويخليه يتعصب على حد. لا، ممكن نقول هنا ايه، هكتبها لك فوق هو. بص كده، حلوه قوي الجمله دي، حاول تحفظها لي وتفهمها لي. هو doesn't get angry يعني هو ما بيقدرش get angry easily يعني مش بسهوله ان هو ايه، يغضب، او ان هو or lose control ما يقدرش يفقد مشاعره واحاسيسه بسهوله. question number 2. how does Fogg's determination ازاي ان عزيمة واصرار فوج inspire or worry you يعني بالنسبة لك انت كطالب العزيمة والاصرار بتاعه ده بيلهمك ولا بيقلقك؟ ها، فاهمني؟ تعرف تقول لي؟ طبعا لو انت شاطر هتقول لي ان هو طبعا هنا يا جماعة inspire me بيلهمني ولا بيضايقني. لو هنيجي نتكلم مثلا ان اهمية ان يبقى عندك هدف واضح وتشتغل عليه وتشيف ات، طبعا ده يا جماعة هنقول ان هو inspires me. ليه بقى يا مستر احمد؟ لان مثلا اقول لك هنا being او بلاش being، اقول لك هنا مثلا having يعني كون ان يبقى عندك because having a goal، يبقى عندك هنا goal هدف
to achieve انك تقدر يا جماعه تحققه ها is a good thing in our life جميل في حياتنا تمام وانك لازم تسعى seek a lot to achieve it regardless of the obstacles يعني بدون وضع الاعتبار المشاكل اللي ممكن يا جماعه اللي ممكن تقابلك تمام نبص على السؤال السادس السؤال بيقول هنا حمزة طبعا سؤال الرايت حمزة drew a picture of tree رسم صورة للشجرة he gave it to his father واداها لمين أبطال اداها لباباه بيقول لك هات لي كلمة having طبعا احنا اتفقنا زمان يا جماعة ان هو هنا حازم رسم وبعد كده ادى الصورة لباباه لو جينا نبدأ بكلمة having اتفقنا ان رابط having اصلا بتاعي بيجي بعد منه التصريف الثالث يبقى drew drawn having يا جماعة drawn the picture او a picture بمجرد ان هو رسم الايه رسم الصورة of a tree he gave it to his father وطبعا المفترض انك تشيل لي هنا كلمة he وتقوم جاي اللي تجيب لي بدلها اسم الشخص يا جماعة لان احنا ما ذكرناهوش في اول الجملة he ايه he gave it to his father يبقى having هيجي بعدها دايما التصريف الكام الثالث من الكلمة لو كانت مبنية للمعلوم وخلي بالك من اللي انا هكتبه لك ده كده ان having هتلاقي شكلين اتنين اول شكل لكلمة having يا ابطال بيجي بعدها صلى على النبي كده لو هي مبنية للايه للمعلوم ولو هي مبنية لايه للمجهول لو مبنية للمعلوم بنجيب التصريف الثالث بس لو مبنية للمجهول طبعا having من ضمن الصيغة التامة في اي شكل تام بجيب معاه been والتصريف الثالث للفعل وبكده يبقى انا شرحت لك الجزئيه بتاعت ايه having السؤال اللي بعد كده يا شباب question number 2 شريف scored the goal شريف احرز الهدف بعد كده he celebrated it with his teammates احتفل مع مين مع اصدقائه اولا قال لك هات لي كلمه until واتفقنا قبل كده ان until وتل بتيجي فين يا حبايبي في منتصف الكلمه بمعنى حتى او الا لما يبقى بالعربي كده هتقول لي ان هو شريف هتجيب الجزء الاولاني بالعربي تحول زي ما علمتك في الفيديو وعلمتك في الصمت شريف احرز الهدف يبقى ده رقم واحد بعد كده هنشيل كلمة زن بعد كده هو احتفل بالايه مع الفريق بتاعه يبقى رقم واحد هتقول هو احتفل حتى او حتى احرز الهدف ولا تقول هو ما احتفلش حتى او ما احتفلش الا لما احرز الهدف ها سامعك هتقول لي يا مستر احمد انا هبدأ بالجملة اللي هي الاحتفال هتقول هنا ايه هو ما احتفلش طب هو احتفل ده رقم اتنين ده الحدث التاني فالحدث التاني بيجيبه دايما ماضي ايه ماضي بسيط بس يا مستر احمد انا بقول لك ما احتفلش معنى الجمله بالعربي جاي لي منفي يبقى لازم سيادتك تحولها للمنفيه يبقى تقول هنا ايه يا ابطال he didn't والفعل في المصدر celebrate هو لم يحتفل مع ها زمايله until he ها الجملة اللي بعد until هتيجي ماضي تام بقى he had scored هو أحرز إيه الهدف بتاعه الأول يبقى هنا طبعا الهدف الحدث الأقدم بنخليه ماضي تام والحدث الأحدث بنخليه ماضي أبطال ماضي بسيط كده يا حبايب قلب المستر ربنا وفقنا ووفقكم وخلصنا الجزء الخاص بيونت 2 نتمنى من الله ان هو يكون بسيط واستفدتوا بيه نشوف بقى ان شاء الله الفيديو او التيست اللي عليه الدور تيست نمبر 3 هتلاقيه نازل لك ان شاء الله في فيديو منفصل هو تيست يونت 4 زي ما احنا اتعودنا هننزل كل 2 يونتس مع بعض في فيديو واحد عشان ما يبقاش الامر ممل بالنسبه لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته